سواء كنت ولد او بنت. لو بتعانوا من الاعراض اللي هقول لكم عليها دي، زي رقم واحد تعب على طول واحساس بالارهاق، رقم اتنين ما بتخسش وبتزيد في الوزن وبتزيد في الدهون على الرغم من ان انتوا ماشيين على نظام غذائي مظبوط ومحسوب السعرات ليكوا، رقم تلاتة الوش المنفوخ، رقم أربعة في أي هالات سودة حوالين العينين، رقم خمسة في إمساك مزمن، رقم ستة في الإحساس بالبرد حتى لو الجو جميل، رقم سبعة في اكتئاب وتقلبات مزاجية، رقم تمانية لو في عدم انتظام الدورة الشهرية للبنات فوانتم مغمضين عينيكوا كده روحوا اعملوا تحليل الغدة الدرقية. دي نصيحة مني ليكوا. تحليل الغدة الدرقية هيبين 3 هرمونات، التي اس اتش والتي 3 والتي 4. انا اقول لك بقى امتى تبقى محتاج تزور دكتور وامتى مش محتاج. لو التي اس اتش معدله اعلى من 4.2 او 4.5 ده معناه ان الغده النخاميه نشاطها عالي وبتحاول تحفز الغده الدرقيه عشان تشتغل. هل انا محتاج ازور دكتور هنا؟ لازم ابص على التي 3 والتي 4. لو التي 3 والتي 4 معدلهم طبيعي فيبقى كده الجسم بيقول لك ان انت محتاج تساعدني شويه. يعني ايه تساعده شويه؟ يعني تزود النشاط البدني بتاعك او النشاط الجسدي بتاعك، بمعنى ان انت تنزل بدل ما تركب العربيه تنزل تمشي برجليك، بدل ما تستخدم الاسانسير تطلع على السلم، بدل ما تطلب دليفري في التليفون لا انزل اشتريه بنفسك. يعني انت بترفع معدل النشاط البدني بتاعك على مدار اليوم. طيب امتى بقى محتاج ازور الدكتور؟ لو التي 3 والتي 4 عندي مش مظبوطين او مستواهم اقل من المعدل الطبيعي، فمن فضلك زور الدكتور علشان تحل المشكله اللي عندك. المشكله اللي عندك مش هتتحل بتقليل الاكل ولا هتتحل بتمارين الجو لاين اللي هو نرسم وشي واقعد اعمل تمارين الفوطه والكلام العبيط ده. شوف المشكله فين واساسها فين وحلها مظبوط. سلام.